بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم في مدينة نيويورك لما نزل جون ويك من العربية وغرقان في دمه وفتح موبايله علشان يفتكر مراته وبعدها أغمى عليه، وبيتغير المشهد على جون وهو مع مراته في المستشفى وبعدها ماتت، وبعد ما دفنها قابل ماركوس صاحبه وسأله ليه هي اللي ممكن تموت مش هو، بس ماركوس حاول يهديه ويعزيه. بعدها بيروح جون للبيت وبعد ما مشوا الناس اللي كانوا بيعزوه خبطت على بابه مندوبة وطلبت منه إنه يستلم الطرد اللي مبعوت له. مضى جون واستلم الطرد وكان مع الطرد جواب، ولما فتحه لقى جواب من مراته واللي كانت بتقول له قبل ما تموت إنها عارفة إنه كان بيحبها وعلشان كده مش عاوزة تسيبه لوحده، فسابت له كلب علشان يقعد معاه وعلشان يعتبرها هدية أخيرة منها. وجون كان بيقرأ الكلام وبيحاول يحبس دموعه وبيطلع الكلب من الصندوق، وبيحاول جون يتعايش مع الكلب اللي تاني يوم صحى من النوم، وقام جون وجهز لنفسه فطار وجهز للكلب كمان. بعدها خرج علشان يحط بنزين في العربية بتاعت مراته وخد معاه كلب، وهناك في محطة البنزين قابل شخص عجبته العربية وقال له إنها فريدة وشكره جون، وكان لسه هيتحرك بالعربية بس وقفوا الشخص ده وسألوا عن سعر العربية، بس جون قال له إنها مش للبيع، بس التاني يتكلم بلغة روسية غريبة وقال له إن كل حاجة لها سعر، وكان فاكر إن جون مش هيفهمه بس رد عليه جون وقال له إن مش كل حاجة للبيع، وبيجي واحد تاني يهدي الموقف. وبعدها بيتحرك جون بالعربية وبيوصل لمكان مطار أدين، وأول ما بيشوفوا الحارس بيفتح له البوابة وبيدخل جون وبيسوق العربية بسرعة مجنونة وهو متعصب علشان يهدي نفسه. بعدها بيروح جون وبينام وجنبه الكلب، وبيصحى في نص الليل على صوت الكلب، ولما بيقوم علشان يدور عليه مش بيلاقيه جنبه وبينزل تحت علشان يدور عليه، لكنه بيلاقي 2 ملثمين في وشه وبيجي واحد من وراه وبيضربه بعصاية حديد على دماغه، وبيقع جون وهو مش مدرك اللي حواليه وبيبدأوا يضربوا فيه. ولما بدأ الكلب ينبح عليهم واحد منهم بيتحرك عند الكلب وبيموته، وبيطلع الشخص اللي كان في محطة البنزين هو المسؤول عن الهجوم وبيوري وشه لجون قبل ما يضربه ضربة أخيرة وبيغمى على جون. بعدها بيفوق جون بيلاقي إن بيته اتدمر بالكامل وبيلاقي كلبه ميت جنبه، وبياخده جون علشان يدفنه في حديقة البيت، وبياخد الطوق وبيحطه جنب سلسلة مراته، وبعدها بيبدأ ينضف البيت من آثار الدم اللي كانت فيه، وبينزل الجراج علشان يطمن على العربية بيلاقي إنهم سرقوها ودمروا له عربيته التانية. وفي نفس الوقت كان اتحرك الحرامية لورشة عربيات أوريليو اللي أول ما شاف العربية عرف إنها بتاعت جون ويك، وسأل يوسف تراشوف وده الشخص اللي كلم جون في البنزينة وسرق العربية وقال له عملته إيه في صاحب العربية، رد عليه إنه سابه مغمى عليه بس الأكيد إنه قتل الكلب بتاعه، واتحرك أوريليو لعنده وضربه على وشه، وهنا اتجنن يوسف وقال له إنه شغال عندهم وما يقدرش يعمل لهم حاجة، بس أوريليو بيطردهم. في الوقت ده كان جون ويك اتحرك في الأتوبيس ووصل لمكان الورشة، وأول ما دخل عند أوريليو قعدوا وسألوا عن العربية وقال له إنها كانت هنا وإن اللي جاي بيها يوسف تراشوف، وهنا عرفوا جون فورا وإنه ابن فيبو اللي كان شغال معاه جون ويك قبل كده. وقبل ما يقفل اقترب من أوريليو عربية علشان يتحرك فبيديله عربية جديدة. بعدها بيتصل فيجو بأوريليو وبيقول له سمع إنه ضرب ابنه في الورشة، فرد عليه بإنه سرق عربية جون ويك وقتل كلبه، وهنا كانت صدمة فيجو اللي ما قدرش يرد وقفل المكالمة، وبعدها دخل وطلب من مساعده إنه يكلم ابنه ويجيبه. ولما وصل يوسف افتكر إن أبوه هيشكره علشان نجح في مهمته اللي كان بعته علشانها، بس لقى إن فيجو بيتكلم معاه بحدة، وبعدها ضربه ووقع يوسف على الأرض. ولما وقف فهم يوسف إن اللي حصل ده بسبب إنه سرق جون ويك وقتل كلبه، وهنا بدأ فيجو يحكي لابنه عن مين هو جون ويك، وبدأ يقوله إنه كان شغال معاهم من زمان وكانوا بيسموه بابا يوبا أو البابا علشان دايما كان بيعمل مهمات محدش بيقدر ينفذها. وفي يوم من الأيام طلب جون ويك إنه يعتزل الشغل مع فيجو، وفهم وقتها فيجو إن طلبه بسبب إنه بيحب واحدة وعاوز يجوزها، وبيوافق فيجو بس بشرط إنه ينفذ مهمة مستحيل كان حد يقبل بيها أو يحاول ينفذها، بس جون وافق ونجح في تنفيذها، وإن المهمة دي هي السبب في الإمبراطورية اللي بناها فيجو. ويوسف خدته الحماسة وقال لأبوه إن ممكن يقتل جون ويك، بس أبوه استهزأ بيه وقال له إن جون رجل التزام وخطط وتحركات دقيقة ودي حاجات يوسف ما يعرفش عنها حاجة، وقال له إنه شاف مرة جون بيقتل 3 أشخاص بقلم رصاص، وهنا خاف يوسف وحس بالمصيبة اللي عملها وقال له فيجو إنه لازم يختفي علشان جون هيدور عليه. بعدها بيمشي يوسف. في الوقت ده كان جون وصل البيت ونزل للمخزن وبدأ يكسر في الأرض لغاية ما وصل للصندوق القديم بتاعه اللي كان خباه من وقت ما بطل شغل واللي كان مليان أسلحة ورملات ذهبية، وهو بيطلعه رن تليفونه واللي كان فيجو، وبدأ فيجو المكالمة بإنه بيعزيه في موت مراته وبيطلب منه يتكلموا في اللي عمله ابنه بعيد عن القتل والرمف.
بس جون ما ردش عليه وقفل السكة في وشه، وبعدها طلب فيجو من المساعد بتاعه إنه يجهز كل الرجالة المدربين اللي يقدر يجيبهم. وجون كان في بيته بيجهز نفسه، وكان رجالة فيجو بدأوا يوصلوا للبيت ويحاوطوه، وحس جون بوجودهم وطفى أنوار البيت كله، وبيدخلوا البيت وبيبدأوا يطلعوا للدور اللي فوق. بس جون كان مستني على السلم وقدر يضرب 3 أشخاص في وقت واحد. بعدها نط من على السلم وموت 2 واللي كانوا موجودين تحت، وبدأ يتحرك علشان يدور على باقي الأشخاص، ولقى واحد بيستخبي ورا العمود. ضربه جون ووقع على الأرض، وبعدها خلص عليه. وكمل جون بعدها وهو بيضرب الباقيين لغاية ما اتفاجئ بواحد كان عاوز ياخد منه المسدس، لكن جون كان مركز وقدر يضربه. وهجم عليه واحد تاني بالسكينة وكان عاوز يموته، بس جون قدر يقاومه وبيوقعه في الأرض وحط السكينة في صدره. في الوقت ده خبط الباب وراح جون علشان يفتح، لقاه جيمي ضابط الشرطة، وقال له جيمي إن في شكوى إن في ضوضاء وصوت ضرب نار. وبيبص جيمي لجوه بيلاقي واحد ميت، وبيسأل جون لو كان رجع تاني للشغل، بس جون بيقول له إنها تصفية حسابات قديمة. وبيسيبه جيمي وبيمشي، وبيدخل جار البيت وبيطلب تشارلي المسؤول عن نقل الجثث، وبيقول إنه محتاج ينقل 12 واحد. وبيوصل تشارلي ومعاه مساعدينه اللي بينقلوا الجثث وبينظفوا البيت، وهم خارجين بيدي جون لتشارلي 12 عملة ذهبية وبيشكره. وبيطير المشهد على فيجو وداخل عليه المساعد بتاعه وهو بيقول له إن جون قدر يقتل كل رجالتهم. بس فيجو ما كانش بيتفاجئ باللي حصل علشان كان متوقع، وبيطلب من مساعده إنه يحط مكافأة على قتل جون ويك 2 مليون دولار، وكمان بيطلب إنهم يحطوا يوسف ابنه في مبنى الريد سيركل علشان يستدرجوا جون لهناك ويكونوا مستنيينه هناك ومستعدين لقتل جون. بعدها بيروح فيجو لماركوس صاحب جون وبيطلب منه إنه يقتل جون، وبيسأله إيه المقابل، فبيرد عليه 2 مليون دولار وبيوافق ماركوس. ولما بيخرج فيجو بيبدأ ماركوس يحضر أسلحته، وأثناء ده كله جون كان بدأ يحضر كل أسلحته وحطها في العربية علشان يروح لفندق الكونتيننتال. وأول ما دخل رحب بيه مسؤول الحجز وحجز له أوضة لمدة ليلتين. ولما طلع جون أوضته وحط حاجته ما كانش عاوز يضيع وقت، فنزل للدور الأرضي اللي موجود فيه نادي ليبي وحط عملة ذهبية في الباب ودخل. وكان بيدور على ونستون صاحب الفندق، وأول ما شافه ونستون رحب بيه وسأله عن سبب الزيارة. رد جون إنه عاوز يعرف مكان يوسف، لكن ونستون بيسأله لو كان رجع للشغل تاني، بس جون بيقول له إنه عاوزه علشان موضوع شخصي. فبيرد ونستون إنه مش هيقدر يقول له على مكانه، وبيقول له يروح يشرب حاجة علشان يهدي نفسه. ولما راح جون رحبت بيه نادلة وقدمت له مشروبه المفضل، وكان مكتوب على المنديل عنوان يوسف. واتفاجئ جون وبص على ونستون اللي ضحك له، واتحرك جون على المكان على طول. وفي نفس الوقت كان يوسف في الريد سيركل والمكان كله متأمن ومستعدين لجون في أي وقت. ووصل جون للمكان وكان فيكتور صاحب يوسف بيستعد علشان ينزل له، وهو بيبص في المراية لقى الحارس بتاعه بيموت والدم على الحيطة، وطبعا ما لحقش يفكر ولقى جون ماسكه وبيضرب فيه ومش بيديله فرصة يتكلم. ولما سأله عن مكان يوسف رد فيكتور إنه في القبو، وافتكر إن جون هيسيبه، بس جون قال له إنه سرق عربيته وموت كلبه ودي حاجة لازم يتعاقب عليها، فحط وشه في المية لغاية ما مات. بعدها بيتحرك جون وبينزل القبو وبيشوف يوسف وهو في حمام السباحة، وفي أوضة المراقبة كان حراس يوسف بيراقبوا الكاميرات وكانوا مطمنين إن جون ما جاش لحد دلوقتي. بس جون كان بيتحرك بهدوء وبيقتل كل الحراس من غير صوت علشان يكون مع يوسف لوحده. بس لقى واحد بيدخل عليه وبيحاول يضربه، بس جون بيصده، لكن الحارس بيزقه وبيكسروا الحاجز الخشبي وبيعرفوا إن جون وصل للمكان، فبيطلع جون مسدسه وبيموت اللي زقه وبيخلص على كل الحراس الموجودة في المكان. وشاف يوسف اللي اتخض لما شاف جون داخل عليه، وقبل ما جون يوصل ليوسف بيطلع واحد من حمام السباحة وبيمنع جون، بس مش بياخد وقت علشان يموته. وقتها يوسف كان بيحاول يهرب، وفي نفس الوقت جون كان بيضرب عليه نار، بس الرصاص كان بيجي في الإزاز. وبيطلع جون ورا يوسف اللي كان بيقول لكل الحراس إن جون وصل، لكن جون كان محترف وكان دقيق وسريع جدا وما حلاش حد من الحراس دي عطله. وطلع يوسف للنادي فوق وجون مكمل وراه، وكان بيموت أي حد بيقف في طريقه لغاية ما شاف يوسف بيطلع على السلم، فبيجري علشان يلحقه، لكن بيلاقي حراس كتير في طريقه. بس كالعادة مش دي الحاجة اللي هتعطل جون، وكان خلاص جون قرب من الباب، بس بيطلع له كيريل اللي بيضرب نار على جون وبيتصاب جون وبيقع، بس بيقف وبيكمل ضرب نار، لكن بيلاقي إن الرصاص اللي معاه خلص فبيستحبه. وأول ما بيقرب برازم من جون بيوقف جون وبيحاول يمسك مسدسه وبيزقه، وبيمسك كيريل إزازة وبيكسرها وبيعور بيها جون، وبعدها بيمسك جون وبيرميه من فوق
وبيتحرك جون علشان يطلع من الريد سيركل، وبيرن موبايل فيكتور اللي مع جون، وبيطلع يوسف فبيرد عليه جون وبيقول له إن فيكتور مات وإن كل حاجة ليها تمن. وبيوصل جون للفندق وبيكون التعب باين عليه، وبيروح لموظف الاستقبال وبيسأله لو كان في دكتور في الفندق، وبيطلب جون منه إنه يبعته على أوضته. وبيطلع جون والدكتور بيوصل وبيبدأ يحيط جروح جون، وبعد ما بيخلص بيديله برشام مهدئ علشان لو قرر يتحرك قبل ما الجرح يلم. وبيطلع الدكتور وبينام جون بعد يوم طويل، وقدام شباك جون كان ماركوس بيثبت سلاحه علشان يموت جون، بس بيلاقي واحدة اسمها بيركنز في أوضة جون وهي كمان عاوزة تموته، فضرب رصاصة على المخدة جنب جون علشان يصحيه، وحس بيها جون وصحي، ولقى بيركنز كانت بتهجم عليه وعاوزة تموته، فقام جون وحاول يمنعها وبيسألها إنه كان فاكر إنها مش ممكن تقتل حد بمقابل أقل من 3 مليون، فردت عليه إن فيجو عرض عليها 4 مليون لو قدرت تكسر قواعد الجماعة وتقتل جون جوه الفندق، فنصحها إنها ما تعملش كده، ومسك الملاية وحاول يخضعها، لكن التليفون بيرن وكان موظف الريسبشن اللي بلغه إن في شكوى بسبب الدوشة من أوضته، فقال له جون إن عنده ضيف تقيل شوية، وكانت بيركنز بتزحف علشان تخرج من الأوضة، بس جون لحقها ومسكها وحط المسدس على دماغها وسألها لو هتقول له عن أي معلومة تساعده، فقالت له إن فيجو شايل فلوسه في كنيسة قريبة من محكمة كالون، والكنيسة دي مجرد واجهة، وبيضربها جون بالمسدس على دماغها وبيقوم عليها، وبيروح جون لمكان الكنيسة دي وهو شايل شنطة فيها رشاش، وبيدخل لغاية ما بيوصل الكاهن اللي بيكون عارف إنهم كلهم من رجالة فيجو، وبيبدأ يضرب عليهم كلهم وبيموتهم ما عدا الكاهن، وبياخده علشان يوريه مكان الخزنة، ولما بيوصل هناك بيقتل الحراس الموجودين وبيطلب من الكاهن يفتح الخزنة فورا، لكن الكاهن بيرفض وبيقول له إن فيجو هيموته، بس جون بيقول له إن هو كمان هيقتله لو ما فتحهاش، فبيفتح الخزنة أخيرا وبيدخل جون وبيحرق كل المستندات والفلوس اللي فيها، وبيخرج وبيستنى فوق مبنى قدام الكنيسة، وبيشوف فيجو اللي وصل للمكان وهو متعصب بسبب كل اللي حصل وإنه خسر فلوسه وكل المستندات المهمة، وهو خارج بيلاقي الحراس حواليه بيموتوا واحد ورا التاني، فبيجوا كلهم علشان يستخبوا ورا العربية، وبيكمل جون ضرب نار عليهم، بس كاريل كان موجود ودخل العربية وبيشقها ناحية جون وخبطه، ووقع جون وأغمى عليه وخدوه على مخزن، وهناك فاق ولقى نفسه متكتف، وجاء فيجو وقعد قدامه بدأ يتكلم مع جون وقال له إنه ساب حياته القديمة وراح اتجوز هيلين، وهو فاكر إن حياته القديمة مش هتأثر على مستقبله، بس الحياة أخدت منه مراته، فرد عليه جون إنه كان مبسوط في حياته وقال له إنه لو سلم له ابنه هيسيبه هو يعيش، بس فيجو اتريق عليه وقال له إنه كان مجرد كلب وعربية مش مستاهلين اللي بيعمله ده كله، بس جون قال له بعد ما مراته ماتت الكلب ده كان آخر هدية منها، وجاي يوسف موته وده اللي خلاه يرجع للشغل تاني، وسابه فيجو ومشي، وكريرو اللي معاه حطوا كيس على وش جون وبدأوا يخنقوه، وجون كان بيقاوم بس ماركوس كالعادة بينقذه وبيضرب على واحد منهم، وبيقوم جون وبيهجم على كيريل وبيبدأوا هما الاتنين معركة، وبيحاول فيها جون إنه يتخلص من كيريل لغاية ما بيقدر جون يتمكن منه وبيخنقه بالقويد اللي في إيده، وبعدها بياخد المفتاح وبيفك نفسه وبيخرج وراهم جون وهو معاه رشاش لغاية ما بيوصل لعربية فيجو وبيضرب عليها نار وبيقتل السواق، وبيهدد فيجو اللي بينزل وبيقول إنه هيقول له على مكان ابنه بس يسيبه في أمان، وبيوافق جون وقال له فيجو على مكان يوسف، واتحرك جون على المكان بسرعة، وبيدور المشهد على مكان يوسف اللي كان متأمن بحراس وقناصة في كل مكان، وواضح إنهم مستنيين جون، والمكان كان محصن من كل ناحية، بس جون قدر يدخل وبدأ يضرب في الحراس واحد ورا التاني حتى الحارس الموجود مع يوسف في الأوضة، وبدأ الخوف يبان على يوسف وبيتحرك وهو موطي ومعاه آخر حارس موجود، وهم في طريقهم للعربيات علشان يقدروا يهربوا. جون كان حاطط متفجرات في العربيات وفجرها كلها، ولقى يوسف نفسه قدام جون اللي ما اداهوش فرصة وموته على طول، وبعدها راح الفندق عشان يلم حاجته، وهناك موظف الاستقبال اداله عربية هدية وقالوا إن دي تعويض من الفندق بسبب اللي حصل من بيركنز لأنها اخترقت القواعد، وخد جون العربية وراح علشان يقابل ماركوس علشان يشكره إنه أنقذه في كل مرة، بس ماركوس بيقول له إنه شكله مرهق ولازم يروح يرتاح، وكانت بيركنز بتراقبهم في الوقت ده، ومشي ماركوس وفي الطريق وهو راجع بيلاقي إن في ناس محاوطينه وباب اتفتح جنبه، والمساعد فيجو بيطلب منه يدخل جوه البيت، وبيدخل ماركوس وبيلاقي فيجو قدامه وبيقول له إنه خاله وإنه لو كان عمل اللي عليه وقتل جون في كل مرة كانت الفرصة قدامه ما كانش ابنه هيموت، وبدأ فيجو يضرب في ماركوس ورد عليه ماركوس إنه ما حنوش، لكنه اعتبر إن العقد لاغي بعد ما دخلت بيركنز الفندق علشان تقتل جون. بعدها بتدخل بيركنز اللي كانت بلغت فيجو إن جون وماركوس كانوا مع بعض، وطلع فيجو سكينة وغرزها في رجل ماركوس وقال له إنه لازم يمشي بقوانينه هو
بس ماركوس بيقول إنه مش بيمشي بقوانين حادة في نفسه، وقام ضرب الفراس اللي حواليه، بس بيركنز مش بتديله فرصة وضربت عليه نار، ووقع ماركوس وجا فيجو وخلص عليه. بعدها اتصل بجون اللي كان سايق العربية ومروح، وقال له أنا موت ماركوس علشان خانه. وبيلف جون ورجع تاني بسرعة علشان يشوف ماركوس، واللي أول ما دخل البيت لقاه فاضي ومفيش حد غير ماركوس ميت. وجاله اتصال من وينستون بيقولوا إن طيارة فيجو في معبد الطيارات وجاهزة دلوقتي وبيستعد علشان يسافر. في الوقت ده وينستون كان أمر بقتل بيركنز علشان كسر القواعد الجماعة وقتلت واحد في الكونتيننتال. واتحرك جون بعربيته بسرعة لغاية ما وصل لعربية فيجو وقدر يوقع عربية الحراسة الأولى. بعدها بدأ يخبط في عربية فيجو لغاية ما خلاها تخبط في العمود، ولما نزل الراس قدر جون يخلص عليهم، بس اتفاجئ بفيجو اللي خبط عربيته وكان عاوز يوقعها من فوق. بس قدر جون يهرب ونط من العربية، ونزل فيجو وجون وبدأوا يتخانقوا هما الاتنين بدون أسلحة. وفي الآخر فيجو بيطلع سكينة وحاول يضرب جون اللي مسك ايد فيجو وسابه يغرز السكينة في بطنه. بعدها مسك السكينة وضرب فيجو في رقبته، ووقعوا هما الاتنين على الأرض وودعوا بعض. وبعدها مات فيجو وقام جون وركب العربية. وبنرجع لجون اللي بيفوق وبيحاول يقوم وبيدخل مستشفى بيطري علشان يوقف النزيف. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده. اتمنى يعجبكم، ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.